أهلا بيكم في بودكاست سر الغلط. أنا خالد أبو الدهب. هدفنا إننا نقدم خلطة نجاح بشكل مختلف جاية من مجموعة غلطات أدت إلى نجاحات كبيرة. تبقى الصحفية الكبيرة وعضو البرلمان أستاذة فريدة الشباشي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. احنا في البداية أنا عارف إنها بتجمعنا صداقة أنا بعتز بيها جدا، وحضرتك من أكتر الناس الملهمين اللي أنا ببقى شايف ليهم خط ملهم لشباب كتير قوي، وعشان كده النهاردة أنا حبيت إن حضرتك تكوني معانا في البرنامج. شكرا، يا رب أبقى عند حسن ظن سيادتك والناس كمان. ايه اكبر غلطة حصل منها علام كبير في حياة حضرتك؟ يعني أنا غلطتها؟ غلطة حصلت على مدار الكارير بتاعك، العمل بتاعك او في حياتك، حصل منها علام كبير اتعلمت منها كتير قوي في حياتك. يعني أنا ما بعتبرش إن أنا، لأن عمري ما تعمدت أعمل حاجة أنا مش مقتنعة بيها، يعني فبالتالي هغلط إزاي؟ يعني بقول اللي أنا حساه وبقول اللي أنا شايفاه، بس طبعا الجانب ده في شخصيتي كلفني حاجات كتير. بالظبط. كلفني المواجهات اللي أنا اتعرضت لها في طول مشواري، وخصوصا لما اشتغلت في إذاعة فرنسية في باريس. اشتغلت 27 سنة، انتهت بأنهم رفضوني. ليه؟ عشان حاجتين. أول حاجة إن أنا رفضت أعمل انترفيو مع شيمون بيريز اللي هو كان وزير خارجية إسرائيل وقتها، لأنه أنا شفته في فيديو بيخنق أسرى مصريين بإيديه، وبغض النظر أنا رأيي إن إسرائيل هي العدو يعني الحقيقي، فاتهموني بمعاداة السامية زي ما احنا شايفين دلوقتي كده يعني. الحاجة التانية إن أنا رفضت أفوت كاتب، أفتكر يعني هندي باكستاني حاجة كده، كان عامل كتاب اسمه سلمان رشدي، وكان عامل كتاب اسمه آيات شيطانية بيتريق فيه يسخر فيه من آيات قرآنية في القرآن الكريم. فكان عملوا معاه لقاء في باريس ورد على أسئلة، فالمدير بعت لي حد يقول لي، كنت بعمل برنامج اسمه بانوراما بالليل كان مسموع قوي، إن أنا أفوت تصريحات سلمان رشدي في نشرتي. قلت له لا، رفضت. بس انت ما بتعتبريش ان ده اخطاء؟ طبعا لا، مش اخطاء. انا مش مقتنعه، وانا بني ادمه برضو، يعني عندي مشاعري وعندي قناعاتي. فقلت للمدير بتاعي وقتها الفرنساوي، قلت له انا محاميه وما تلعبش معايا اللعب ده، لانه اتهمني بان انا يعني عندي تحيز اسلامي، يعني ان انا اصوليه، يعني بنت بن لادن مثلا كده يعني. دي مشاكل أنا سجلتها في كتاب اسمه كاتم صوت، وسجلتها بالعناوين الفرنسية اللي كانت بتتهمني وقتها، بس الحمد لله يعني قدرت أفشل كل الادعاءات دي نتيجة خبرتي في القانون. لكن لقيوا لي حل، قصدي حيلة تانية، إن أنا مرتبي كبير، يعني كان فرنسا كانت واقفة على 35,000 فرنك بتوعي. اللي انا قصدته ان احنا اكيد بنتعلم من اخطائنا عشان ننجح. حضرتك ناجحه نجاح، ما أنا عارفة طبعا. فهل في من الاخطاء اللي حصلت وحصل منها علام كبير حاجه تذكر يعني مثلا وقلتي والله انا غلطت ان انا عملت كده، بس ده اتعلمت وبناء عليه طلعت بعدها لنجاح كبير قوي؟ هل في حاجه كده؟ لا، اوكي، مفيش. تمام. يعني انت رافضه ان الانسان حتى يكون عنده مساحه من الخطا؟ لا طبعا، في اكيد اخطأت مثلا وثقت في ناس، بس ما بقفش عند ده. انا مش قصدي ان حضرتك تقفي، انا قصدي بيحصل علام في الحياه بعد خطا. ايه اكبر خطا حصل اتعلمت منه علام كبير قوي؟ اكبر خطأ ان انا كنت متصوره مثلا، يعني ان انا مهما كانت توجهاتي ان اخواتي هيفضلوا اخواتي، يعني لا، هم بعدوا عني. فدي حاجه برضو مندهشه لها انا يعني، لكن قبلتها. علمتك ايه؟ علمتني ان مهما كانت المصاعب، ان انا مادام انا مقتنعه برايي اتمسك بيه. انت بعد شويه يعني ممكن من اخطائنا بنشوفها فعلا زي ما حضرتك قلت ان هي ما كانتش اخطاء، دي كانت مميزات. زي ايه؟ زي اللي حضرتك قلت عليه، اعترفت ان هو خطا مثلا، وحاجات بالمنظر ده. امتى عرفتي حضرتك ان ده ما كانش خطا، ده كان ميزه وانت حصلتي على فايده منها؟ بعد قد ايه منها يعني؟ يعني يمكن مش بفتره طويله، لان بعدها بكتشف ان الناس دي
ما كانتش تستحق ثقتي ايا كانت درجة القرابة يعني، وما كانوش مخلصين. فبقول بالعكس دي هدية من ربنا، وربنا بصرني بان انا ابعد عن دول. انا لما حد بيبقى تعرف انا بحب غنوة لمحمد فوزي، رغم انه مش هو مطربي المفضل، بحبه قوي كموسيقار عالمي يعني، اسمها اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه. فانا ماشي على المبدأ ده. ايه الغلطة اللي غيرت حياتك؟ يعني غلطة تغير حياتي؟ اه ما يعني مش عارفة، انا ما بعتبرهاش غلطة. مجازا هنقول ان هي غلطة عشان حصل علامة، ما احنا مش عايزين غلطة سقطة، الغلطة الهدف ان احنا هنتعلم منها. فايه الغلطة الكبيرة اللي حصلت غيرت مجرى حياتك؟ ايام الرئيس انور السادات، والرد الفعل العدائي جدا اللي كان ضد جوزي الله يرحمه علي الشباشي اللي انا واخده اسمه، كان انهم جم يدوروا عليه عندنا في البيت على اساس انه اشترك في مظاهرات مظاهرات بتاعه اللي سماها السادات انتفاضه الحراميه بعد كذا سنه من سفرنا، وعلى اساس انه اشترك يعني. هو كان وقتها كان بقاله 5 سنين بره مصر. فانا يعني كنت متردده ان انا اروح باريس، لاني بحس ان انا بتنفس هوايا وكل حاجه عندي مصري يعني. اذا اسرائيل كانت السبب في ان انا ما اشتغلتش بالمحاماه. بعدها بقى انا اشتغلت في اذاعه مونte كارلو، عملت امتحان وعملت مسيره كبيره قوي. دي كانت اكبر حاجة وغيرت حاجات كتير قوي في حياة حد. يعني غيرت ان انا عرفت حاجات، لكن ما ندمتش على اي حاجه. هو واضح ان حضرتك فعلا ما بتعترفيش بفكرة الخطأ او الغلطة، لان انت عندك باي ديفولت انت شايفة فيها علام ومزايا وحاجات بتحصل كده. انا بعمل اللي انا مقتنعه بيه. فاذا حضرتك طبعا ما عندكيش ندم على اخطائك. لا انا حتى في اصدقاء ليا صحفيين يعني، وفي منهم موجودين لغايه النهارده، قالوا لي فريده يعني هي انت مجنونه لبنانيين؟ قلت لهم ليه؟ قالوا لي كده هتحطي على ظهرك الموساد والسي اي اي. قلت لهم واحط الدنيا كلها على ظهري؟ امي قالت لي امشي عدل يحتار عدوك فيك. الله. وانا لما هيدوروا ورايا بملقاط مش هيلاقوا لي حتى هفوه مهنيه. وده اللي حصل، ان انا قضيتي قعدت 10 سنين، ودي اطول قضيه عماليه في فرنسا، ومع ذلك ما عرفوش يلاقوا لي حاجه الحمد لله، لانه ماشي على اللي قالته امي. لو ربنا ادالك فرصة ترجع بحياتك من الاول وتختاري اي حياة تانية انت عايزاها، هتعملي ايه؟ والله انا شايفه انه بامر الهي وهديه من ربنا ان انا اتحطيت في الحاجات اللي ممكن اكون كويسه فيها. يعني انا اتبسطت قوي ان انا كنت في عالم الصحافه، قصدي القصه القصيره والمحاماه في نفس الوقت. حلو قوي. يعني اذا ما فيش عند حضرتك طبعا فكرة هتختاري نفس حياتك بما كانت هي عليه. زي ما كانش الحمد لله. ايه اكتر حاجة حضرتك فخورة ان انت حققتيها في حياتك؟ انا فخوره بان انا لم اتنازل عن ملي من وطنيتي. يعني رغم الضغوط اللي حصلت عليا، خصوصا ضغوط حصلت من أنظمة عربية ومن حتى بعض الأحيان هنا في مصر، أنا لم أتغير. أنا من أول يونيو 67 قلت إن أنا ناصرية ولم أتغير. ايه اكتر حلم في حياتك كان نفسك تحققيه، وهل اتحقق ولا لسه نفسك تحققيه؟ لا لسه، أنا دايما بحلم. كنت بحلم إن ابني يكبر وياخد الشهادة، اتخرج من جامعة السوربون ابني نبيل وبقى إعلامي الحمد لله، يعني معترف بيه حتى من في بره يعني. ودلوقتي بحلم إن حفيدي ياخد مكانته في التمثيل. هل تفتكري ان والد حضرتك ووالدتك عملوا اللازم معاكي اللي انت محتاجاه في حياتك؟ شوف أنا في حاجات بتوقف عندها. يعني أنا والدي ووالدتي كانوا محتاجين لي، لأن أنا كنت بديت أدي دروس للأطفال اللي في سني حتى وبتاع، لأن كنت بطلع الأولى بفترة. أما الدرس اللي عمري ما بنساه، وأنا دلوقتي فات على ده شوف كام سنة، من سنة 56
ان اخويا اللي ورايا على طول، انا اكبر واحده في اخواتي، اخويا اللي ورايا على طول هرب من البيت واحنا في حلوان، وحلوان كانت لسه في 56، كانت زي قريه كده يعني، كلنا عارفين بعض وكده. فامي قالت لابويا الواد فين وبتاع، دور عليه. خرج ابويا ورجع مفيش. قالت له هو فين الواد؟ قال لها اتطوع في مدرسه حلوان الثانويه، اتطوع فدائي في العدوان الثلاثي. قالت له يا خبر بتاع يعني. قال لها شت. قالت له الواد يموت. رد لا يمكن انساه لابويا الله يرحمه الف رحمه. قال لها ما يموت هو احسن من اللي ماتوا في سينا. ده اول درس في الوطنيه خدته. بقى خليني اسالك سؤال. حضرتك خرجتي في مظاهره ضد بالظبط سنه 56؟ 9 يونيو لا 67. لا قبلها، لما خرجتي في على العدوان الثلاثي في مظاهره. اي مظاهره كانت كنت بلاقي نفسي داخله فيها. السؤال اللي انا عايز اقوله لحضرتك، خرجتي وحضرتك قبطيه تتظاهري ضد العدوان الثلاثي سنه 56 طبعا. وخرجتي وانتي مسلمه تتظاهري ضد اسرائيل سنه 67. بس دي ما تفرقش. ايه اللي نشأ جوه حضرتك من الفرق بين المظاهرتين؟ يعني كنت في مره مسيحيه ومره مسلمه. بالظبط. بس اللي كان يعني بيتاكد ويتجذر في ضميري وفي قلبي وفي عقلي وفي مشاعري وفي كل حاجه ان انا مصريه. انا مصريه. لما كنت مسيحيه انا مصريه، ولما اعتنقت الاسلام انا مصريه. انا عنصري لم يتغير. عشان كده رديت مره على الله يرحمه الرئيس حسني مبارك لما قال انا حريص على عنصري الامه. وعلى فكره كانت اول مره كنت بكشف فيها عن ان انا اعتنقت الاسلام. يعني رغم التشويهات اللي حاولوا يعملوها لي الاخوان ان انا اسلمت عشان عيون علي الشباشي، مع ان انا اعتنقت الاسلام بعد 6 سنين من زواجي. 6 سنين في السنه السادسه يعني. وجوزي كان في السجن، هو نفسه فوجئ ان انا. واعلنتي حتى ده متاخر قوي. نعم. اعلنتي اسلام حضرتك لا الناس ابتدت تعرف. ما اعلنتش عمري. متاخر قصدي سنه 2010. متاخر سنه 2010. أيوة. يعني من 63 ل 2010. ليه بقى؟ لما حسيت انه الكلام اللي قاله الرئيس مبارك الله يرحمه كان هو كلام البريطانيين، الامبراطوريه بتاعت فرق تسد. لما قال انا حريص على عنصري الامه، قلت له طب انا 56 نزلت صبيه مصريه قبطيه اتظاهر ضد العدوان الثلاثي، وانا سنه 67 نزلت شابه مصريه مسلمه اتظاهر ضد العدوان الاسرائيلي. في الحالتين انا فريده، جيناتي ما اتغيرتش. يعني نقدر نقول ان فعلا خروجك ساعه العدوان الثلاثي وحضرتك قبطيه تساوى مع خروجك ضد اسرائيل وحضرتك مسلمه. في الحالتين انت مصريه. طبعا. عظيمه. لو قلنا ان من النجاحات اللي حضرتك عشتيها على مدار عمر حضرتك خرجتي بخريطه كده لتنفيذ احلامك، ممكن تقولي لنا اسرارها؟ لا انا بلاقي ان الواحد لازم يبقى صادق في كل حاجه بيعملها. اول حاجه مهم جدا جدا الارتباط بالوطن، لان الوطن هو الحضن، هو الملاذ، هو كل حاجه حلوه. بدليل المظاهرات بتاعه 30 يونيو كانت كلها للحفاظ على مصر وعلى وحدتها، اللي هي منذ فجر التاريخ زي ما قال برستت. قال ايه؟ قال ان مصر هي فجر الضمير. فاحنا دي لازم حاجه نهتم بيها جدا، ونحس ان كل حاجه بنعملها لازم تبقى فايده لمصر، وتبقى عرفان بدور مصر في حياتنا. اللي احنا يعني العالم كله بيتكلم عن حضارتنا، يعني ما احناش جايين كده. وهويتنا كمان، يعني هويتنا مهمه طبعا عشان طبعا. الواحد ينجح حتى بره في الغرب. انا حضرت قوي الهويه بتاعته. انا حضرت مره فيلم وثائقي في الغرب، كانوا بيتكلموا عن الاهرام، فقالوا ان حتى هذا اليوم محدش بكل الامكانيات وكل الاكتشافات العلميه قدر يتوصل الى كيفيه بناء الاهرام، وازاي الحجر اللي 20 طن ده ما انا عارفه ولا 3 طن ازاي طلع لفوق. يعني حطوا كذا نظريه وكله فشل، محدش عارف اتعمل ازاي. هقول له انت وحشتني، وهقول له انت سبت فراغ كبير جدا، بس انت عايش معايا، عايش في جسمي، في مخي، في قلبي، في خلاياي كلها. يعني بدليل ان انا
عمري ما قلعت الدبلة بتاعتك اهي، انا لسه لابساها لان انا مراتك ومش ممكن ابقى مرات حد تاني. ف يعني الى ان نلتقي عندما يشاء الله. شكرا. فانت حبيب عمري. ولو اكتر حديث كان بيبقى فيه انس بينه وبين حضرتك ساعة عصاري كده ما كنتوا بتقعدوا تتكلموا، هل كنتوا بتحبوا تتكلموا عن حاجة معينة يعني؟ بتتناولوا كلام عن قضايا معينة؟ كنا بنتكلم عن كل حاجة وطنية، بس عنده ساعات حاجات كان بيضيق بشوية التمسك بتاعي يبقى يعني مرة مثلا لما أضحكك، مرة كان السادات في باريس، العفو لا كان في إسرائيل، واحنا بنشتغل في باريس احنا الاثنين، هو في وكاله الانباء الفرنسيه وانا في اذاعه مونte كارلو. فقعدت اقرا على انا ما من وجهه نظري التنازلات اللي عملها الرئيس السادات. فكنت قاعده بقول لعلي، بقول له طب وازاي يعمل كذا وازاي يعمل كذا وبتاع، فراح نطط من السرير وقال يا لهوي، في حد السادات في سريره الساعه 2 الصبح غيري؟ هو انا اللي وديته القدس؟ فانا رديت عليه قلت له ايه؟ قلت له طب انا الحمد لله اني اتجوزت حد مصري، يعني انا ما اتجوزتش خواجه يعني. يعني معقولة كانت كل يعني كشطكوا كانت وطنية كده؟ حاجات مرت من حياتي، ولذلك انا يعني عشان كده اول ما الرئيس السيسي قال ان الاراده المصريه لن تعلو عليها اراده اخرى، كتبت مقال في الوطن وقتها، قلت نعم السيسي رئيسي، لان ما كنتش عايزه، يعني ما اقدرش اكون مع راي بيقول ان 99% من اوراق الحل في ايد امريكا. لا، افضل اللي يقول لي ان الاراده المصريه لن تعلو عليها اراده اخرى. لو بكرة لا قدر الله ربنا يديكي طولة العمر، اخر يوم ليكي في الحياة، ممكن تحكي لنا النهارده يومك هتعملي فيه ايه؟ يعني انا بتهيألي هعيش زي بقيه الايام، لان انا يوميا بالليل بتشاهد واقول يمكن النهار ما يطلعش عليا. انا على فكره لا اخاف الموت، لان عارفه ان كلنا لها، يعني عودي الى ربك راضيه مرضيه. يعني ما عنديش مشكله، لان بعتبر انا ان الايمان الحقيقي هو انك تبقى عارف ان الله عز وجل وحده يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. يعني مش ان انا اجي قدامك كده اقول يا الله اكبر بتاع وانا حاجه تانية، لا، انا بلاقي ان العلاقه بيني وبين ربنا هي اللي لازم تبقى واضحه وسليمه. وانا يوميا اخر حاجه اعملها قبل ما اغمض عينيا اتشاهد واقول يمكن ما اقومش الصبح، وده وارد. فانا مستعده في اي وقت للرحيل، يعني من غير، وزي ما قلت لك قبل كده، زي ما قلت لهم دوروا ورايا بملقط مش هتلاقوا لي هفوه ولا مهنيه. الحمد لله. انت عارف في كلمه قالها لي ابني نبيل بالدنيا كلها عندي لما والده توفى، فكل الاقلام الكبيره كتبت عنه بشكل رائع، يعني وانه كان كل الميزات اللي فيه، يعني هو على فكره كان كاتب كمان، يعني مش ف نبيل بكى وهو بيبص كده للكلام اللي كنا لسه، كان بقاله حوالي اسبوعين متوفي، وبص كده وقال لي ده اعظم ميراث كان ممكن ابويا يسيبه لي، الميراث اللي هو الرأي ده. فقلت له امك هتسيب لك نفس الميراث. حضني قوي وقال لي عارف. كلمة عارف بتاع نبيل دي أكبر وسام خدته في حياتي. الله. لو حبينا نخرج بسر بقى خلطة النجاح، أنا أزعم إن أنا عارف الإجابة وأنتي قلتيها، امشي عدل يحتار عدوك فيك، دي الكلمة اللي قالتها والدتك، فهل صح هي دي سر خلطة النجاح بتاعت فريدة ممكن، الشباشي؟ بس أنا ما أعرفش، أنا قابلت برضو مصاعب كتير. طب تحبي تقولي لنا إيه سر الخلطة بتاعت النجاح بتاعت فريدة أنا الشباشي؟ مش عارفة إذا كنت أنا ناجحة، وصدقني على فكرة أنا ما عنديش مكر، يعني أنا لما بقول حاجة وبلاقي ردود فعل بتسعدني جدا جدا جدا، لكن أنا قبل ما أقولها ما بكونش متوقعة ده، لأن ما بقولش أي حاجة أو ما بعملش أي تصرف عشان يبقى له مقابل بعد كده أو مردود. بدليل إن أنا مثلا كتير قوي بعمل حاجة فيها مواجهة شرسة، وبعدين لما بروح البيت بترعب، لا كل شوية أقول
هيموتوني مثلا، يعني بخاف بأثر رجعي. وبالنسبة لي كمان انه انا بنت ناس غلابة، الشباشي ده اسم الجماعة الارستقراطيين اللي بينتمي لهم جوزي. فانا الحمد لله يعني عمري ما انتظرت يعني ايه اللي هيحصل لي، بدليل ان انا رغم من حبي لعبد الناصر، لكن لما سنة 62 او 61 مش فاكرة طلع الحكم على علي بالسجن 8 سنين في الواحات، قعد في الواحات، فأنا فضلت أشتم في جمال عبد الناصر على سلم محكمة باب الخلق. ففي الأستاذ اللي كان كاتب المحكمة قال لي كده يا مدام يعني هتحملي نفسك مسؤولية. قلت له في 60 داهية. ضربوا الأعور على عينه وقال خسرانة خسرانة، أنا ضامنة إن أنا أعيش 8 سنين ولا 6 سنين. المهم روحت البيت، فبالليل بقى كل ما الجرس يضرب اقول يا لهوي جايين يقبضوا عليا. فانا دايما في المواجهه ما بقول، وبعدين افكر بقى في اللي ممكن يحصل. يعني انا مثلا يوم ما نزلت في 9 يونيو كانت اول مره في حياتي انسى ان انا مخلفه نبيل اللي جبته بعد 8 سنين، لانه ابوه كان اتسجن وبعدين لما طلع وجبناه. ازاي نسيتيه يعني؟ نعم، ازاي نسيت اني مخلفه نبيل؟ نسيت، نزلت جري انه عبد الناصر ما يمشيش بس. اوكي. عشان بلدي يعني. كان نبيل عنده كام سنه؟ كان عنده اشهر. عشان كده قلت نسيتيه. بالظبط كده. فزعلت ان انا بعد كده لما فكرت يعني لا بس يعني كان يوم غريب. وكان أيوة. بعد كده في واحد من الاتحاد الاشتراكي كان جه الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها، شركه اسمنت ترى. فانا ما اعرفش ايه الاتحاد الاشتراكي ده، ما كانش ليا دعوه قوي يعني بالفكره تشكيلات النظام وكده. فبيقول لي طب ليه كده؟ ليه يا استاذه؟ ليه قعدتوا 8 سنين؟ لا ليه قعدتوا ليه خلفتي في السنه الثامنه من جوازك؟ قلت له اصل الواد كان متعطل بقرار جمهوري. قعد يضحكوا زملائي وهو اتخض بقى، وطبعا لما شافوا ان ده اتحاد اشتراكي قلبوا الموضوع على طول. مش مشكله يعني. تسمحي لي اقول لك انا ايه سر خلطه نجاحك؟ ما انا مش عارف. في كلمه واحده انا هقولها لك. انا قول. التلقائيه. صح، انا معاك 100%. انا معاك 100%. تنفع انت دكتور نفساني حبيبتي. حكيم روحاني حضرتك. الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه فريده الشباشي، وعضوة البرلمان المرموقه والصديقه اللي اتشرف بصداقتها. شكرا. اشكرك ان انت كنت معانا في سر الغلطه، وبجد نورتينا وافدتيني انا شخصيا، وشكرا لك. شكرا جزيلا، وبتمنى لك النجاح والتوفيق لانك في رايي تستحق هذا. الله يخليك، شهاده كبيره جدا اعتز بها منك. شكرا. ميرسي.